انجح وصفة للفراخ المشوية زي بتاعة المطاعم في البيت، وبطريقة سهلة جدا من غير اي مجهود. محدش هياكل الفراخ المشوية دي من ايدك ويصدق ان انتي مش جايباها من بره. شايفين الفراخ بتاعتنا مستوية ازاي ودايبة جدا، ولونها وشكلها فعلا كأنك جايباها من بره. وبصوا مش ناشفة خالص زي ما انتوا شايفين. الفراخ بجد يا جماعة احلى من بتاعة المطاعم. تعالوا بقى مع بعض نشوف عملناها ازاي بمكونات بسيطة جدا. معانا الفراخ بتاعتنا او الوراك على حسب ما بتفضلي، غسلينها كويس جدا وكنا نقعينها في محلول النقع بتاعنا. كنا عملناه مع بعض قبل كده. وفتحين الفراخ كده بالسكينة فتحات بالطول علشان تتشرب من التتبيلة، وكمان بتدي شكل حلو قوي كمان بعد السوا. زي ما انت شايفة كده بنديها فتحات من ورا ومن قدام. وتعالوا نشوف بقى الخضار اللي معانا طماطم وبصل وفلفل اخضر حامي لو حبة، ورومي، وثلاث فصوص توم مفرومين كويس. والبهارات اللي معانا برضو بسيطة جدا، معانا ملح وبهارات فراخ، فلفل اسمر وبابريكا. الكميات على حسب كمية الفراخ بتاعتك، انت بتقدري تقدري ده على حسب كمية الفراخ. كمان معانا ربع فنجان من الزيت، بيدي لمعة حلوة قوي للفراخ في الفرن، وكمان بيخلي التوابل تدخل جوه نسيج الفراخ. هنحط كل الخضار بتاعنا في الخلاط او في الكبة على حسب اللي متوفر عندك. هنقطع الفلفل برضو وهنحطه. حطينا الفلفل، هنحط كمان البهارات، كل ده هنحطه في الخلاط، احنا مش هنعمل اي مجهود خالص. حطينا كل البهارات برضو اللي معانا في الخلاط، وكمان هنحط الزيت، كل ده هنحطه مع بعض. وكمان ده اختياري مش اجباري، بس بجد ليه فوائد خطيرة وبيدي نكهة وطعم للفراخ حلوة قوي، دبس الرمان. بصوا انا مخلصة الازازة، ما بقدرش استغنى عنه بصراحة. معانا كمان ربع فنجان من الخل. الخل كمان بيدوب النسيج بتاع الفراخ، بيخليها كده دايبة وتستوي معاكي بسهولة. هنضرب كل المكونات بتاعتنا دي في الخلاط، وزي ما انتوا شايفين بجد المكونات متجانسة وريحتها حلوة جدا. انتي مجرد ما هتشمي الريحة هتعرفي انك هتطلعي احلى فراخ مشوية في البيت. هنرص الفراخ بتاعتنا في الصينية اللي هندخلها الفرن زي ما انت شايفه كده، من غير اي حاجه، ما تدهنيش الصينيه اي حاجه، لا يعني رصي الفراخ على طول. وهنحط التتبيله بتاعتنا، وحاولي على قد ما تقدري تدخلي التتبيله دي في فتحات الفراخ علشان يبقى نسيج الفراخ كله شارب من التتبيله، من فوق ومن تحت ومن تحت الجلد كده، تغرزي التتبيله بتاعتك جوه الفراخ. وبعد كده هنسيبها لمدة ساعتين على الأقل تشرب من التتبيلة. لو عايزة تسيبيها أكتر من كده معاكي لحد يوم كامل في التلاجة مفيش مشكلة، لكن على الأقل بنسيبها ساعتين علشان تشرب من التتبيلة بتاعتنا اللي احنا عملناها. وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 50 دقيقة. انا ما شغلتش الشواية، اللون اللي الفراخ واخداه ده واخداه من الفرن بس، يعني انا ما فتحتش عليها الشوايه. هي هتسيبيها بس 50 دقيقه ان شاء الله، وهتلاقيها خدت اللون ده من فوق ومن تحت. لو لسه مش مشتركه معايا في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس، وان شاء الله هنتقابل مع بعض في وصفات جديده في كل ما يخص البيت والمطبخ.